عمرك فكرت إن النجمة اللي بتشوفها فوق في السما ليها عمر زي البشر؟ بتتولد وتكبر وتيجي لحظة وتموت، بس موتها مش عادي، ده بيكون انفجار بيهز الكون كله. كل نجم بيبدأ حياته في مكان غريب اسمه السديم، وده بيبقى عبارة عن غيوم ضخمة من الغاز والغبار في الفضاء. لما الغازات دي بتتجمع على بعضها جامد بيحصل ضغط رهيب بيولد النجم الجديد، كأنها ولادة كونية. النجم بعد كده بيعيش فترة طويلة جدا، بينور ويدفي اللي حواليه زي شمسنا كده اللي من غيرها ما كناش هنعيش. بس مش كل النجوم زي بعض، النجوم الصغيرة بتعيش مليارات السنين، إنما النجوم الضخمة بتخلص طاقتها بسرعة. لما النجم يبدأ يضعف ويخلص الوقود اللي بيخليه ينور، شكله بيتغير وبيكبر جدا وبيبقى اسمه عملاق أحمر أو سوبر نوفا. بعد كده النهاية بتختلف، النجم الصغير ممكن يفضل جسم صغير جدا وساخن وبيبقى اسمه قزم أبيض، إنما النجم الكبير بينفجر انفجار مرعب واسمه سوبر نوفا. بعد الانفجار ده ممكن يتبقى نجم غريب جدا اسمه نيوتروني، أو يتحول لثقب أسود ويبلع أي حاجة حواليه. والأجمل من كده إن كل العناصر اللي جوه أجسامنا زي الحديد والكالسيوم موجودة برضو في النجوم دي، يعني إحنا حرفيا المواد اللي موجودة جوه جسمنا موجودة برضو جوه النجوم. ولو القصة دي عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد من معلومة وحكاية. وقول لنا في الكومنتات تحبوا نعمل فيديو منفصل عن السوبر نوفا ولا الثقوب السوداء.